اللهم يا مغير الأحوال، غير حالي إلى أحسن حال، وسخر لي من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لي، واصرف عني كل ما هو شر لي، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل عزومة مع بعض كده، وهوريكم خطواتي واحدة واحدة. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. طبعا اول حاجة بتبدأي بيها لو هتعملي محشي تجهزيه من بالليل كده وتركنيه، عشان خاطر طبعا المحشي هو اللي بياخد وقت وبياخد غلبة ياما يعني. فانت تجهزيه كده من بالليل وتشيليه عشان تبقى جاي من الصبح فايقة يا دوبك تولعي. مثلا لو عندك فراخ او بط او كده تولعي عليه يا دوب. بس هنا خلاص طبعا خرطت كمية بصل كبيرة، وطلعت كده حتة كبيرة من الدهنة زي ما انتوا شايفين معايا. وحطيت معلقة كبيرة من الزيت. هشوح بقى البصل ده. طبعا كل لما تحط بصل ياما للمحشي بيخلي لك طعمه حلو ويبقى مسكر معاك وطعمه حلو معاكي في الاكل. طبعا انا هنا قشرت 3 بصلات او 4، ونزلت عليهم بقرن فلفل كده قطعته. عندك فلفل الوان برضو قطعي براحتك. وحطيت هنا بقى دجيت برضو شوية توم، يعني 5 6 فصوص توم كده. واحط بقى التوابل. انا بحب احط التوابل كده في المحشي واديها تشويحه كده على النار. بتخلي لي الريحه بصراحه رهيبه، وبتدي لي طعم كمان حلو في التسبيك. بس هنا خلاص هحط بقى التوابل. شوحتهم كده تشويحه خفيفه خالص عشان خاطر برضو الريحه ما تروحش منهم او كده. هنا بقى نزلت بالطماطم. طبعا ما بتعصرش الطماطم جامد، ما بتصفاش يعني او كده، يا دوبك بتضربيها بس. وبعد كده بتحطها بقى على الحاجات اللي احنا حطيناها دي، اللي هي بصل وتوم وفلفل. بصراحة انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت مكعب مرق الدجاج، بيديلها طعم حلو برضه. وطبعا الكرنب احنا كنا مجهزينه مع بعض في فيديوهات الارنبيط، كنا مخزنين يعني مع بعض. انا قطعته كله كده وهلف منه حلة يعني، والباقي احطه في الفريزر. انا عملت منه حلة كبيرة زي ما هتشوفها معايا في الفيديو، وكان فاضل كمان كيس كبير كنت حطيته في الفريزر. هنا بقى عملت غسلت الرز. وطبعا الصلصه كانت خلاص اتسبكت، ما خدتش وقت لان زي ما انتوا كنتوا شايفين الطماطم كانت تقيله، فما خدتش وقت معايا. غسلت بقى الرز وصفيته حلو. وبعد كده نزلت بالخضره ونزلت بالصلصه، وحطيت بقى شويه حلوين كده من الزيت، وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه، والتوابل اللي بقى اللي انت تحبها على المحشي تخلي ريحتها حلوه كده. بس هنا خلاص طبعا ده المحشي ده انا لفيته وجهزته بالليل. ده طبعا كان تاني يوم بقى الصبح. طبعا قمت بدري عشان اخلص كل اللي وراي. فراخي متنضفة وحلوة ونضيفة يعني وجاهزة. احطها بقى اشوحها كده الاول، وبعد كده اعلق عليها. وانا هطفي عليها واسيبها لان كنا بدري لسه خالص. فانا يا دوبك هديها غلوة واحدة واطفي عليها واسيبها. على قرب ما يجي الاكل ميعاد الاكل هولع عليها، عشان كنت عايزة العين يعني لحاجات تانية. فانا بخلص بس بقى يعني يا دوبك اجهز الحاجة على السوا يا دوب. واديها غلوة كده ويبقى حاجة بسيطة كده اللي فاضلة. فانا هركنها خالص عشان خاطر اعوز يعني العين لحاجة تانية. بس هنا خلاص طبعا جهزتها. طبعا كلنا عارفين سلق الفراخ. حطيت لها كده جزرايه بصلتين كبار، حطيت لها قرن فلفل فصين توم. بس بقى بتشوحها حلو كده، وتحط لها شويه الطماطم اللي متخدعين اللي انت تضربهم في الخلاط يعني. وهنا طبعا كنت بوريكم المطبخ ازاي نضيف وانا بشتغل. حاولوا بقى وانت بتشتغلي كده نضفي المطبخ حواليكي عشان خاطر ما تمليش او كده، وتبقى بتشتغلي وانت مش زهجانه او كده. دايما المواعين اللي يتسخ معاكي نضفيه على طول. وكنت برضو ناجعة خضرة يعني، وخضار وحاجات من دي عشان خاطر لو فيها اي حاجة تطلع معايا في المية. وهنا بقى هجهز صينية البطاطس. هعمل كده صينية بطاطس، وانا كنت مطلعة الجوانص اللي انتوا كنتوا شايفينها على الحوض. انا هعمل ان شاء الله يعني كباب. انا هعمل كمية كبيرة من الكباب عشان اخزنه واشيله في الفريزر.
فانا قلت فرصة يعني بدل ما اعمل يعني على قد العزومة او كده، فانا اعمل كمية كبيرة. وبصراحة ما فرمتهمش الا بالليل بعد ما العزومة انتهت وخلصنا خالص، وخلصت مواعيني وكل حاجتي. عملته بقى، قعدت فرمته بالليل. بس انا فرمت يا دوبك شوية على قد الغدا، وبعد كده قعدت فرمته يعني بالليل. بس هنا صينية البطاطس طبعا كلنا عارفين ان هي بتعوز بطاطس كده. انا قطعتها شرايح زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده قطعت بصلتين كبار، ومسكت التوم ده دجيته كده بالسكينة، وبعد كده بتخرطيه بكل سهولة، ما بياخدش منك وقت خالص. واحط بقى الفلفل، واحط بقى شوية زيت، شوية ملح، شوية كزبرة، التوابل بقى اللي انت تحبي تحطيها على الاكل بتاعك. طبعا كل بيت بيختلف، هو بيحب توابل ايه. مثلا في بيت ما بيحبش مثلا نوع من التوابل كده، فانت بتحب تمشي على هدف الاسره بتاعتك، زي ما هما بيحبوا في الاكل او في الطبيخ، فانت بتعملي اللي هما بيحبوه. طبعا زي ما بيقولوا كل بيت وليه طريقه في الاكل. بس هنا خلاص طبعا هولع عليها برضو، واحط لها برضو مع كبشتين كده من الصلصة من الشوربة. انا هديها يا دوبك غلوتين اتنين، وبعد كده هطفي عليها وهكمل لها سوا في الفرن مع الفراخ وانا بحمر. هعمل بقى الصلصة اللي هحمر فيها الفراخ. انا قشرت شويه توم كده كبار. طبعا قبلها انا كنت مقشره يجي 5 6 فصوص روز توم، قشرتهم كده وجهزته. فبطلع يا دوبك اقطع كده على طول واشتغل منهم على طول. هنا بقى الصلصه بتاعت الفراخ. شوحت كده البصل التوم حلو، وبعد كده نزلت عليه بالطماطم اللي انا مصفياها. هنزل بقى عليها بالتوابل. بس هنا خلاص هسيبها بقى تتسبك وتتظبط مع نفسها، وبعد كده هبقى احطها في الصلصة على طول ساعة الغدا يعني احمر الفراخ. وهنا خلاص كان المحشي معايا كان المحشي يعني خلاص، كان الوقت يعني ان الغدا كان تقريبا فاضل ساعة او ساعة ونص. فانا هعمله فوق على الكانون عشان يبقى ليه طعم مميز كده وطعمه حلو. ويعني عشان خاطر ايه استفاد بعيون البوتاجاز. فانا ولحت الخشب كده على طول وسبته مع نفسه، وطبعا كل شويه بطلع ابص عليه. حطيت بقى شويه صلصه كده من بتاعة الفراخ، وولع عليه بقى. بحط صلصة عشان خاطر تديله اللون الأحمر اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا الصلصة وانت بتنزلي عليها بالشوربة بتنزلهولك في كل حباية حباية المحشي يعني، وبتديكي لون حلو كده زي ما انتوا شايفين. هنا خلاص بقى كنت ولعت عليه فوق وكان الشرب، ووطيت عليه خالص. وسيبته بقى براحته خالص اهو زي ما انتوا شايفينه. وبرضو كنت عملت الكباب وبحمره اهوت زي ما انتوا شفتوا. والفراخ برضو كانت جهزت خلاص. طبعا كنت اديت لها كمان غلوتين وخلاص كده. معلش بقى معرفتش اصور لكم الاكل بالتفصيل يعني عشان خاطر كنت متاخره. فكنت بحط الاكل على طول، فما مملكتش ان انا اصور يعني. بس هنا خلاص وخلص فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون خفيف كده وسريع وعجبكم. وطبعا بعد ما بخلص بقى العزومه بشوف اللي ورايا. زي ما انتم شايفين المطبخ نظيف اهوت، ونضفت كل حاجه في المطبخ ورا العزومه على طول. طبعا كنت بعمل لكم كوبايه قهوه لان كنت خلاص فصلت. بس ودي الحلة برضو اللي كنت عاملة فيها المحشي على الكانون، خليت تمرية كده زي ما انتوا شايفين. وخلص فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم. وده برضو الكباب خزنته، فرمته وحمرته كده وخزنته. هخزنه بقى ان شاء الله. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.